السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهاردة بفيديو جديد، عايزاكي تضغطي لي لايك للفيديو ده لو عجبك، ولو لسه اول مرة بتشوفي قناتي حباكي تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بصوا بقى، الفيديو بتاع النهاردة هيكون فيديو حماسي وتشجيعي. اي حد بيتفرج عليا دلوقتي ولسه ما ابتداش في تنظيفات رمضان، عايزاه كده بعد ما يشوف الفيديو ده يقوم يتشجع ويكتب كده، يجيب ورقة وقلم ويكتب ايه الحاجات اللي وراه وايه التنظيفات اللي المفروض يعملها، وتبدأوا في التنظيفات ان شاء الله بإذن الله نلحق نخلص قبل رمضان. بصوا بقى، انا تنظيفات رمضان يا بنات بدأت فيها، يعني عملت كده كذا حاجة من غير ما اصور، يعني بدأتها مع نفسي كده. خلصت كده كذا حاجة في البيت وخلاص الحمد لله خلصت. بس للأسف ما صورتهاش، فأنا في الفيديوهات اللي هنزلها على القناة دلوقتي ده جزء برضو من التنظيفات، يعني هشاركها معاكم. فأنا يعني مش هشارك معاكم كل التنظيفات، هشارك معاكم بس جزء من التنظيفات اللي انا عملتها، لان انتوا زي ما انتوا عارفين، اللي متابعني من السنة اللي فاتت، من رمضان اللي فات، هيكون عارف نظامي في التنظيف، ان انا بحب قبل رمضان انضف البيت وانضف الشقة تنظيف عميق جدا. عارفين اللي هي التنظيفات اللي بتكون يعني اعماق الاعماق، من اعماق البحار، هي دي التنظيفات اللي هي من اعماق البحار، دي هي اللي انا بحب اعملها قبل رمضان. بحب اعمل كل شبر في الشقة قبل رمضان واخلصه، وقبل العيد بعمل تنظيفات بس مش بتبقى زي التنظيفات دي طبعا. فانا في الفيديوهات هشارك معكم جزء من التنظيفات اللي انا عملتها، وفي حاجات كتير بالفعل خلصتها مع نفسي. فانا مش متاخره ولا حاجه، لاني انا الايام اللي فاتت كنت بخلص برضو حاجات كده مع نفسي، بس ما لحقتش اصور، واللي قدرت ان انا اصوره هنزله لكم، عشان برضو كلنا كده نشجع بعض ونقوم بقى نخلص كل حاجة قبل رمضان، علشان قبل العيد يعني نستفاد بالعشر الأواخر بتوع رمضان ونستغلهم في العبادة، بدل ما نفضل ننظف وكده. تمام. بصوا بقى يا بنات، اول بقى اليوم صحيت بدري. حبيت ان انا افطر، علشان بجد يعني الايام دي انا مهتمية خالص بحوار الفطار، علشان انا بشتغل يعني في البيت، اللي هو بصوا ممكن انسى اصلا ما اتغدى، من كتر ان انا بفضل خلاص كده طول ما حطيت دماغي ان انا بعمل في الشقة وبنضف وكده، فممكن يعني يجي وقت الغدا وانسى اصلا ان انا اتغدى، بكون عايزة اخلص وانجز اللي في ايدي. فبحب ابدا يومي كده واكون انا خلاص فطرت يعني. طبعا يا بنات انا يعني بشرب شويبس، فمحدش يعمل زي يعني في الصبح كده تشربوا شويبس، فده غلط يعني. المهم بقى، التنظيفات بتاعتنا النهارده يا بنات هتكون في اوضه النوم. هنا كده كنت بوريكم، ده السرير بتاعي بتاع اوضه النوم، هو كله تنجيد كده من الجوانب، والظهر بتاعه كله تنجيد. ف النهارده هنغسل السرير ده كله مع بعض. شايفين البقع كله بقع، فيه بقع كتيرة جدا، وهو عشان لون فاتح فالبقع بتبان فيه. بصوا هنا البقعة دي كده كده كنت بوريها لكم، وبوريكم هنا هناك كده في بقعة شوكولاتة برضو. دي شايفينها ايد ابني. وهنا برضو زيت شعر، ازازة زيت شعر اتكبت من فترة يعني كده، فبصوا عملت ايه، عملت بقعة كبيرة. كل الحاجات دي يا بنات اللي انتوا شايفينها دلوقتي هنشيلها وهننضفها مع بعض. بصوا بقى، انا كنت فرشة على المرتبة اي ملاية كده قديمة يعني عندي مش بستخدمها، علشان خاطر يعني المية ما تجيش عليها وكده، فبرضو المية جات، فنصيحة مني يعني ان انتوا تشيلوا المرتبة اصلا. هنا بقى جبت جردل مية سخنة، وهحط فيه غطا من اوكسي جل، وهحط غطا من اللي هو المسحوق بتاع اوكسي جل برضو، وهحط غطا ديتول، وهحط 2 غطا من كروليكس الوان. وهجيب الفرشة اللي هي الفرشة اللي هي بتاعت السجاد دي. الفرشة دي يعني حلوة خالص يعني، ومش اللي هي الفرشة اللي بتوجع الايد، لا، مسكتها حلوة يعني بتريح الايد انتي بتعملي بيها. بس هنا بقى في الجردل اللي فيه مية سخنة بحط بقى كل المسحوق اللي معايا والديتول، وهخلط كل ده مع بعضه، وهبتدي بقى اجيب الفرشة وادعك بقى الظهرية والجوانب وكل حاجة، هدعك السرير كله كده على بعضه عشان اشيل البقعة كلها اللي انتوا شفتوها. بصوا بقى يا بنات، لو حد مثلا هيقول لي طب انتي لما تيجي تغسلي السرير كده ممكن يبوظ معاكي، بصوا القماش بتاع السرير اللي انا عامله بيه ده اسمه تقريبا، انا مش فاكره اسمه، بس هو تقريبا اسمه جلد مقلوب.
اللي انا فاكراه كويس يا بنات ان القماش ده ضد المية، يعني او طارد للمية، مش بيمتص المية. فانتوا لما بتكبوا عليه مية هو مش بيمتص المية، فمش هيمتص المية وهيروح للخشب. لا، هو اصلا عادي جدا ان هو تغسليه لان هو طارد للمية. ودي احلى فيه، احلى حاجة فيه بجد. يعني القماش ده تحفة جدا، عادي البقع بتيجي فيه بتغسليه بيرجع السرير اكنه جديد واكن القماش جديد. فالقماش ده عادي جدا ان انا اغسله، فعشان كده انا بعمل فيه الحركة دي. هنا بقى عند بقعة الزيت بتاع الشعر دي حطيت سترس، رشيت سترس عشان تطلع معايا اسرع. هي الخلطة هتطلعها بس انا ايه، حبيت احط سترس يعني عشان تطلع اسرع. بصوا بقى السترس ده يا بنات عادي بيتحط على القماش، مكتوب عليه اصلا ان انت ممكن ترشيه على القماش. بس وابتديت بقى اعمل بالخلطة دي اللي انا حطاها في الجردل ومية سخنة، وبقيت اغسل كده كويس خالص. طبعا انا بقى عشان ماسكه الموبايل بايد وبشتغل بايد فمش واخده راحتي قوي يعني، فاعذروني لو الصوره ما كانتش واضحه معاكم كويس. بس انا بقى احاول بقى اقول لكم انا كنت بعمل ايه. انا هنا كده كنت خلاص غسلت كده السرير، ما فاضلش غير الجنب ده اللي هو هبتدي اغسل بيه. بصوا بقى جبت برضو نفس الجردل اللي انا بعمل بيه واشتغلت فيه في الجنب ده بقى اغسل كويس جدا لحد ما خليت بقى ايه كده القماش اصلا اكنه جديد. بصوا بقى يا بنات، عايزاكي بقى لو وصلتي لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، انزلي حطي لايك للفيديو واكتبي لي كومنت حلو كده. وما تنسيش بقى لو مش مشتركة في القناة اشتركي معايا في القناة. بصوا بقى هنا كنت بوريكم مكان البقعة بتاعة الزيت، بقول لكم خلاص ان البقعة خلاص اختفت. وبعد كده جبت الخرطوم يا بنات وفضلت ارش مية كده عشان انزل الصابون والمسحوق قصدي اللي انا كنت بمسح بيه وبغسل بيه. فبحاول بقى ارش مية كده بالخرطوم وانزل بايدي، يعني اضغط وانزل بايدي اكني بعصر القماش، فاهمني؟ انا كده كنت برش بالخرطوم وبضغط بايدي التانية، بس انا بوريكم عشان ماسكه الموبايل بصور بيه فمش باين. بس انا كنت بعمل ايه، كنت برش كده بالخرطوم وبالايد التانية بنزل المية. بس هنا بقى يا بنات خلاص بقى خلصت الجوانب كلها ورفعت الصحارة وفضيت كل الحاجات اللي كانت تحت الصحارة، طلعتها طبعا من قبل ما اشتغل اصلا في السرير. وبصوا كده كنت بقول لكم ان احنا دلوقتي هنغسل الحيطان وهنمسح الارض مع بعض. بصوا بقى البقع دي، البقع اللي في الحيطان طبعا انا الدهانات بتاعت الاوضه لونها ابيض عندي، هي الشقه كلها لونها ابيض اصلا. فانا يعني قلت خلاص هغسلها عشان فيها بقع كتير، والابيض طبعا زي ما انتوا عارفين بيبان فيه. جبت بقى الاسفنجه دي اللي هي بتاعت المواعين، بس انا بغسل بالناحيه الخضراء لان الناحيه الخضراء بتحسوها خشنه شويه. دي اللي انا بغسل بيها الحيطان، الصراحه كويسه جدا معايا ومش بتجرح الحيطه وبتنضف. اللي هي الاسفنجة العادية بتاعت المواعين بس اللي بنغسل بيها الكوبايات، بس بتعملي من الناحية الخضراء بس. وبنفس الخلطة يا بنات، نفس الخلطة اللي انا غسلت بيها السرير الجوانب بتاعته هي بغسل بيها الحيطان. كل البقع يا بنات بتروح والاسفنجة بتبقى سوفت على الحيطة، يعني مش بتختشلك الحيطة ولا بتبوظها لك. وبعد كده بقى غسلت بقى الارض، مسحت الارض يعني. فضيت برضو فيها كوروليكس الوان وديتول، وفضلت برضو كده امسح تحت الصحارة كويس جدا. بصوا بقى الصحارة دي يعني بتشيل حاجات كتيرة، يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي في اخر الفيديو كمية الحاجات اللي انا بشيلها تحتها، يعني بجد نفعاني جدا. بس بعد كده هبتدي بقى اعمل كده الارض كده كويس جدا، يعني من كل الحاجات اللي فيها. وهنا كنت خلاص خلصت الارض وشغلت المروحة، وهسيب بقى السرير ينشف كويس جدا والارض تنشف كويس والحيطان تنشف كل حاجة. وبعدين هرص بقى الصحارة معاكم. بصوا بقى هنا كنت بوريكم بقى الفرق، يعني في فرق شاسع ما بين شكل السرير في اول الفيديو ودلوقتي. انتوا شايفين اهو مفيش اي بقعة. بصوا بجد يعني السرير اصلا فعلى الطبيعة باين من الكاميرا.
هنا بقى الصحارى كنت رصيت بقى كل الحاجات في الصحارى، الحاجات اللي انا مش عايزاها، يعني الزيادة اللي عندي، السجاد، البطاطين، الحاجات الزيادة حطيتها في الصحارى، وقفلت السرير وفرشت الملاية. بصوا الملاية دي يا بنات انا فرشاها كده لحد ما افرش فرش رمضان واعلق زينة رمضان في الأوضة، وافرش فرش رمضان يعني في الشقة كلها. هفرش ملاية تانية بس دي فرشها مؤقت. هنا بقى كنت بوريكم الحيطان ازاي نورت بعد ما غسلتها. وبقيت كده كل الأوضة كده الحيطان بتاعتها مغسولة، والسرير والأرضية وكل حاجة تمام، يعني يعتبر كده 80% من الأوضة خلصت. استنوا بقى الفيديوهات اللي جاية هنزل لكم فيها بقية التنظيفات وهنفرش برضو الشقة كلها مع بعض، وهنعلق زينة رمضان مع بعض. فاستنوا بقى الفيديوهات اللي جاية، ان شاء الله بإذن الله تعجبكم، وان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وهتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي، ومع السلامة.